صباح الخير عليكم. الواحد كده ينام ويصحى يلاقي قانون نزل فجأة كده يا عيني، ان بإذن الله اللي هيتجوز يحط 30,000 جنيه في قلب الصندوق. غرامة بقى، برخصة، اعتبرها اي حاجة. هتحلل، تتجوز، تحط فلوس في الصندوق، تصبح على مصر بجنيه، بس مش بجنيه بقى، ب30,000 جنيه. والله حضرتك دلوقتي القانون ده معمول لمين؟ للمصري، للعائل الشقيان التعبان اللي لو اخد 3000 جنيه بيعمل جمعيه عشان يعرف يجيب اجهزه الكهربائيه بتاعته عشان يعرف يتجوز، اللي بيقعد يسلف ويقعد بعد ما يخلف العيل الاول والتاني والتالت بيدفع الاقساط بتاعت الحاجه، بعد تالت عيل كمان بتانو يدفع، يعني لغايه ما ولاده وولاد ولاده لسه بيقعد يدفع الاقساط اللي عليه. ولا حضرتك كنتوا بتتكلموا عن حد تاني في مصر ولا حاجه؟ ولا يعني انت ال 30,000 جنيه ده اتوقع ان انت بتتكلم على فئة تانية خالص غير الشاب المصري. اكيد بتتكلم عن فئة اخرى، ممكن تبقى الفئة دي فئة من البيئات الاخرى، مش البيئة البسيطة، البيئة المتوسطة، البيئة اللي تحت الصفر. العيال اللي يا دوبك مرتبهم ده لو 3000 جنيه ده يبقى كده، ده يبقى غني. لو 4000 جنيه ده يبقى من، يا لهوي، من الميسرين قوي. سؤال: القانون اللي حضرتك عامله ده، يعني انت كده مفيش جواز، مش هتتجوز. الدهب غالي، الدنيا غالية، كل حاجة غالية. هتيجي انت كمان عشان تيجي تتجوز؟ انت فاكر ان انت هتتجوز بسهولة؟ لا، ده انت هتحط فلوس في الصندوق، تحط فلوس في الصندوق، تتكل على الله تتجوز عشان ان شاء الله تتجنس بيها. ده لو اتجوز. طب ما حضرتك انت دلوقتي تقول للشاب انت مش هتتجوز، انت هتمشي في الحرام، انت هتتجوز عرفي، انت هتزني، انت هتفسق، انت هتجيب ولاد من الحرام وترموهم في الشارع، لان مفيش حضرتك هجيب 30,000 جنيه من القانون ده. ما ينفعش معانا كدول عربية، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حضرتك وسعه ان هو يجيب شقه صغننه ايجار جديد، ويجيب حبه عفش، اوضه نوم وانتريه، والليله تتلم عشان يعني للتستير من باب الستر، يعني ماشي، عشان يبقى فيه جواز، عشان يبقى فيه تعمير في الارض، عشان ما يبقاش فيه فساد، عشان ما يبقاش فيه زنا، عشان ما يبقاش فيه ولاد حرام، عشان ما يبقاش فيه ولاد شوارع، عشان ما يبقاش فيه فسق وفجور في الشوارع، عشان ما يبقاش فيه اغتصاب، عشان ما نشوفش المهازل اللي بنشوفها دي. لذلك عايزين نسهل على الولاد الجواز، وقلنا الذهب غالي يبقى فيه فضه، قلنا بلاش يا جماعه الحاجات اللي مالهاش 3 لازمه دي، وبلاش موضوع القسط، لانه بيتجوزوا بيبقى عليهم اقساط، اهاليهم بيبقى عليهم اقساط وديون ووصولات امانه. لما انت تقول للشاب انت هتدفع وصل امانه للصندوق، انت هتتجوز، تكتب الكتاب، خلاص كده الشاب يقول لك انا مش هتجوز، انا همشي في الحرام، هتجوز عرفي، هيبقى فيه ولاد حرام كتير، او ولاد عايزين يعملوا نسبهم، او يتجوزوا عرفي غير موثق، غير موثق، وبعد كده يدور على نسب ابنه. وده ينفع؟ غير كده وكده قال لك اللي هيتجوز ملوش دعم، ملوش بطاقه تموين، اتجوز على حسابك، اصرف على حسابك. ما جراش حاجه، قلنا ما جراش حاجه، بس القانون ده ما ينفعش في البلد العربيه. احنا مسلمين، احنا جماعه عرب، ما ينفعش. احنا مش امريكان هيروحوا يعملوا مساكنه وبعد كده هيبقى الجواز في السر، بعد كده هيتجوزوا في البيت في السر. انت تتجوز في بيتك في السر، يجيبوا يبقى بردك عيله كامله عارفين بعض ويتجوزوا، بس ما تعملوش درجات عشان يبقى نتمسكوا. هيبقى الموضوع زي المخدرات كده، انا اجي لك اخطب بنتك، اجيب ابني، وطوا صوتكم مبروك بالراحه يا عيال عشان ما حدش يسمع بينا، ماشي؟ طب اتجوزنا، هنعوز نكتب العيل، فلوس، محاكم، اقسام. القانون ده لا يناسب اخي مشرع القانون. القانون ده يناسب الدول العربيه بالذات المسلمين، ما ينفعش معاهم القانون ده نهائي. ولا مسيحي كمان يقبلوا. يعني انت هتتجوز المسيحي لما يجي بردك يتجوز، بردك هيحط له لازم يحط فلوس في الصندوق. طب لو هو فقير او من حياته متوسطه او دنيته متوسطه، هيجيب منين الفلوس دي؟ يضطر يعمل حاجات غلط عشان كده، عشان القانون. بصراحه قانون غريب، اول مره اسمع عنه.